يشعر بأنه كل هذا في صالحه. والأهلي جول! النادي الأهلي سمير كمونة بيسجل الهدف. سمير كمونة بيسجل الهدف. الدقيقة 43 والكرة في الهواء، بسجل سمير كمونة. وده اللي كنا بنقوله، قد يحدث الهدف ده ويغير كل الموازين، يقلب خريبكا. بدأوا يطفوا الجرايد اللي كانت مشتعلة، الأصوات بدأت ويحتفظ بالكرة بشكل قانوني دون أن يكون هناك إضاعة، لكن بتتاخد وتتنقل. هيشوط اصطدام هشام حنفي بالعرض إلى محمد بكاري، وبيلعبها بالغلط وماشي طولت 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 طولت، ولكن الحكم بيصفر وبيقول في ضربة جزاء، في ضربة جزاء، في ضربة جزاء، وفي كارت أحمر، وفي طرد، وفي كارت أحمر اللي نزل في الشوط الثاني سعيد المسراوي رقم 14. هادي وبيسجل هادي خشبة ضربة الجزاء الثالثة، وبيصبح أيضا هادي خشبة هو الهداف. وأيضا النادي الأهلي هياخد كاس اللعب النظيف وكاس البطولة والهداف. سبحان الله، في آخر 3 دقائق أو 5 دقائق كتبت السماء للأهلي كل هذه النعم دفعة واحدة بعد أن ظل محروما منها فترة طويلة. ألف 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 مبروك للنادي الأهلي. مبروك أيضا لحكم المباراة علي بوسيم اللي قدم صورة للحكم، الحكم الذي يدير المباراة بقانون كرة القدم بعيدا